لو 4 أوت 2025 الشرطة غتلقى بلاغ من المستشفى على وصول جثة في منطقة البصرة جنوب العراق ديال درية اللي في بداية التحلل ديالها. البلاغ تلقاتو الشرطة على أساس أن اللي جاب الجثة للمستشفى تيدعي أنها انتحرات، ولكن الشرطة فاش مشات لمسرح الجريمة خدت تصدم بكمية الدم والتعذيب اللي تعرضت ليه الضحية، بحيث لقات ايديها مجروحين لدرجة العظم ولا تيبان ايديها بجوج، ولقاتها كلها مضروبه وفيها اثار ديال الخنق في عنقها. فاش ديبلاصاو البوليس البلاصه فين انتحرات لقاوها انتحرات في الطواليت ديال بيتها ومكتوب في الباب اريد الله بالدم ديالها. الغريب في الامر كامل هو ان القضيه من بعد زمانه تسداد على اساس انها انتحار. الراي العام العراقي ما غاديش يسكت، بحيث ان الضحيه كانت طبيبه نفسيه وكانت مشهوره، كانوا عندها بزاف ديال المتابعين في التيك توك وفي الانستغرام. حتى من الاصدقاء ديالها الاطباء بحالها قالوا باللي ما كانوش يبانوا عليها اعراض الانتحار، واللي من بينهم الاكتئاب الحاد واللي غينوض بالبال في السوشيال ميديا هما لي زانترفيو ديال بابات وماما الضحيه والانستغرام ديال خوها. فشنو واقع بالضبط في العراق وكيفاش قضيه ديال الموت قتل او انتحار عاديه خدات هاد الصدى كامل؟ اليوم ان شاء الله غادي ندرسوا الابعاد ديال هاد القضيه هادي وعلاش لا ما نحلوهاش كاملين. بان زياد طارق بدات 1991 في واحد بلاصه سميتها البصره جنوب العراق، محافظه اللي مشهوره بالنخيل وبابار ديال النفط. كبرات وسط عائله محافظه تتكون من اب وجوج ديال الخوت، كاين اللي تقول بنت ودري كل اللي تقول دري ودري، ولكن اغلبيه المصادر تاكدوا انها بنت ودري. في هذيك الفتره كانت العراق تدوز بزاف ديال التغيرات، اش منك يا حروب حصار فساد وانعدام الامن وحتى من سقوط ديال النظام في 2003. واخا هادشي كله بان زياد طارق قدرات تكمل قرايتها وتشد شهاده الطب في 2015 وتخصصات في الطب النفسي والعلاجات النفسيه والعقليه. في 2019 سهل عليها الله وحلات العياده ديالها وبدات تخدم على الكارير ديالها. من مورا مدوزات شي سنوات في السبيطارات الحكوميه وباراليل حلات باج ديال الانستغرام ديالها. باي ذا واي ها هو الانستغرام ديالي، ما تنساوش ديروا لي ابوني. في الانستغرام ديالها كانت توعي الناس بضروره الاهتمام بالجانب النفسي تاعو، وكانت دير حصص علاجيه مجانيه عن بعد. المهم كانت اكتيف بزاف ولات مشهوره في العراق. على حسب التصريحات اللي خرجوا ديال صاحبتها كان الحلم ديالها انها تمشي للطاليان، وفعلا كانت توجد ورقاتها ديال الفيزا. مورا الطاليان كانت ناويه تمشي للندن باش تكمل قرايتها وتزيد تطور من راسها في التخصص ديالها. اغلبيه المصادر كانوا تيقولوا بلي انها ما كانش عندها البيرمي، ولكن كان عندها امتحان ديال السياقه لو 4 اوت. لو 4 الاب والام كانوا في تركيا، لقيت اللي غيوصلهم اتصال من عند الاب ديالو تيقول لهم باللي بان تعرضت للحادثه وان كاينه في المستشفى. ما بغاش يخلعهم وقال لهم باللي راه الوضعيه ديالها غدوه تتحسن، ولكن الاب والام ما قدروش يصبروا. في البلاصه رجعوا للعراق. العائله فاش توصل للدار غادي تصدموا كميه الشرطه، غادي يحبسوهم وما غيخليهمش يدخلوا للدار. ديك الساعه غادي يعرفوا باللي بنتهم ما تعرضتش لحادث سير، بلانها تنقلات للمستشفى وهي ميته. موراها داو الطب العدلي اول حاجه لاحظوها لقاو باللي البؤره ديال عينيها محلوله وواسعه، وكانوا اثار ديال الضرب في وجهها في عنقها وبزاف ديال البلايص في الجسم ديالها. كانوا اثار عاوتاني ديال الخنق في عنقها وجروح عميقه، جروح جدا عميقه في ايديها. ماشي ننصح حتى واحد يمشي يقلب على هادشي ويمشي يشوف التصاور حيت فريمون غيضرك خاطرك. كاينين بزاف ديال التصاور نشروا الجثه مورا ما مشات لعند الطب العدلي، ولكن انا مش ننصح حتى واحد يدخل يقلب عليهم. انا غادي نوصف لك بالتدقيق. الجرح كان عميق لدرجه ان العظم تيبان في ايديها بجوج. كان الجرح سيميلار، كان نفس الجرح اللي كان عندها في ايديها اليمنى كان في ايديها اليسرى. العائله بما فيهم خوها اللي لقى جثه وداها للمستشفى كانوا متاكدين بلي بنتهم انتحرات، ولكن الاطباء ما تيقوهمش حيت الجروح اللي كانوا في ايديها امبوسيبل شي واحد يقدر يجرحهم من راسه بهذيك الطريقه وهذيك الدقه. لا قدرتي تجرح يدك اليمنى فما غاديش تقدر تجرح يدك اليسرى، حيت العضله اللي غادي تتحكم فيها بالموس انت قطعتيها، فمستحيل تقدر تقطع يدك الثانيه. عاد باش تزيد الالام والنزيف اللي غيخليك تفقد الوعي ديالك في ثواني حتى لدقيقه. الضغط ديال الدم تينقص وما تيبقاش يوصل الاكسجين للدماغ. ديك الساعه تبدا تفقد الحس ديال التركيز وتفقد الوعي كليا. الجسم ديالنا موراه تيدخل في حاله عجز، هادشي كامل تيوقع في ثواني، والما هزوكش مورا دقيقه للمستشفى فغالبا غادي تموت. فكيفاش الدكتور بان في هاد الحاله هادي غادي تقدر تنوض وتكتب اريد الله بالدم ديالها. العرض ديال كل حرف 3 سنتيمتر اللي غتحتاج فيه كميه كبيره ديال الدم. هادشي اللي ما تيدخلش للعقل. هادشي حال خاصه ديال الجد. نزيدكم الاطباء لقاو كاينين اثار ديال الخنق في عنقها ولقاوهم مجروح في ركبها ولقاو عاوتاني حتى شي ضرابي في لي بارتي جينيتال ديالها. هادشي كامل دارتو راسها وهي باغا غتنتحر. شي حاجه ما تدخلش للعقل. فانتي كطبيبه قاريه الطب العام عارفه كيفاش تقدري تقتلي راسك باقل الالم اقل مجهود. رساله ديال الوداع ولا ديال السبب الانتحار ما كايناش، وتنعرفوا بالاعراض ديال الانتحار والاكتئاب الحاد. نقول لكم
لكن انت عارف شي واحد ما عندوش واحد المستقبل، فاش تسولو شنو هما لي بلون ديالك من 5 سنين تيجاوبكش، تيبانو لك في العينين ديالو الفراغ، تعطى الحاجه اللي عزيزه عليه واللي امبوسيبل يقدر يعطيها لشي واحد، تيحاول يبقى بوحدو، تيبان لك يائس من الحياه. فلا كانوا هاد الاعراض تيبانو شي واحد من الاصدقاء والاقارب ديالك، فحبذا لو تمشي تقرب ليه شويه. الدكتوره بان كانت عكس هكا تماما، كانوا عندها لي بلون، كانت خدمتها غادا مزيان، كانت باقا باغي تزيد تطور راسها. فنظريه الانتحار تتبان لي انا شخصيا عندها واحد النسبه ضئيله جدا، لا من ناحيه التنفيذ، فصعيب انك كضحيه تقدر دير في راسك هذاك الشيء كامل مهما كان كميه الحقد لك ولحياتك، فراه انت اللي تستحمل الالام في الاخر. ماتت مقتول ولا قتلها كان حاقد عليها. التقرير ديال الطب الشرعي جا فيه انتحار. من مورا من تشهرات القضيه وخدات هاد الصدى هذا كامل، خرجوا اطباء تيدويو عليها وتيبينوا انها تقتلات ماشي انتحرات، عائلتها ما داروا حتى بلاغ، تيطالبوا فيه اعاده التحقيق. بدا بنادم تيخرج في مظاهرات ولا هاشتاغ في تويتر والانستغرام. عائلتها داروا لها جنازه، حضروا لها بزاف ديال الناس، من بينهم المرضى اللي قدرات بان تعالجهم تخرجهم من اصعب فترات في حياتهم، وكانوا صحابتها هما. كانوا تيبكي وكلجو كئيب، بانت بلي راه انسانه زوينه قلبها كبير، كانت عزيزه على الناس بزاف. المشكل هو ان عائله بان تيبانوا باردين من جهتها، بداو تخرجوا للاعلام. ديال بان خرجات وقالت بلي بنتها معروفه وصاحبه اختصاص مهم، وداكشي اللي وقع لها بسبب الظروف النفسيه اللي كانت تدوز منهم وما قدراتش تصبر. جاتني الام بحال جات بنتها علاش انتحرات، كملات وقالت بسبب الاجواء وطبيعه العمل والجو ديال المؤسسات والدوائر ماشي سهله. ما تنسوش بلي بنتي كانت طبيبه نفسيه وكانت تسمع المشاكل ديال الناس، المشاكل ديال المرضى ديالها، ولكن هي ما كانش تلقى واحد يسمع لها من غيري انا. ماما زعما ماشي ولاحظت بلي بنتها مضغوطه نفسيا. كملات وقالت واحد المره جات عند بنتها وهي تقول لها ماما انا علاش ما كاين حتى واحد تيبغيني. لقاتها وقالت لها بنتي انا تنبغيك، ما تقوليش بحال هكا. وفي الاخر برات ولدها اللي هو خوبان، قالت لهم بلي ولدي انا ما كان عنده حتى مشكل مع بنتي ومستحيل يقتلها. بركه ما تبقاوش تهموا لي ولدي. حقيقه ماما ضغوط نفسيه، ضغوط العمل، انتوا تعرفون احنا بالدوائر الوضع تعبان. ابني بريء، واللي يحكي على ابني هذا الكلام ويحكي على بنتي معناته جاي يمس بنتي هنا. طارق زياد الاب خرج هو في منبر صحفي وقال البنت تعذبات وتقتلات. هاد الاخبار ماشي صحيحه، بنتي دازت من ضغوطات نفسيه وكان فيها فقر الدم، هادشي اللي خلاها تنتحر. اريد الله، هاي تاع اريد الله، وهي راحت قابلت ربها. كاع الادله تبينوا باللي الدكتوره بانت قتلات، العائله تقول العكس وباللي بنتهم انتحرات. الجهات الرسميه حتى هما تيقولوا باللي الدريه انتحرات. هادشي اللي تبين ان القضيه كبار من العائله. علاش نقول هادشي؟ 4 ايام قبل ما يتسد التحقيق واللي تسد نهار 18 اوت، نائب البرلمان العراقي طلع تقرير من لجنه خبراء الطب العدلي لقاضي التحقيق، واللي انسيست على القاضي باش يراجع التقرير بعنايه. داك التقرير جا فيه بلان ديال كاميرات المراقبه اللي تم التعطيل ديالها والتلاعب بها قبل وكود الجريمه ومن مورا الجريمه. الكاميرات تم التلاعب بها حيت ما كاين حتى دليل على ان الكاميرات خصلو بوحدهم. ثاني حاجه دوالها التقرير هو الاثار ديال الحبل اللي كان في العنقه، وما لقاوش الاداه اللي خدموا بها في هذا الغرض. قالوا عاوتاني بلي تم تاخير على ابلاغ عن الجريمه، وهادشي اللي عطى وقت باش يتم التلاعب بمسرح الجريمه كيف ما بغاو. ثاني حاجه تم نقل الجثه بدون تصريح، حيث انهم هزوها من مسرح الجريمه وداوها للمستشفى على اساس انهم باغيين يعتقوها، في حين ان السيده كانت دايجه ميته وكاينين اثار على تنظيف مسرح الجريمه. هذه بحد ذاتها جريمه، تغيير معالم الجريمه، ضوء على الجروح اللي كانوا في الجسم ديالها، وايضا الكتابه ديال اريد الله بالدم ديالها في الباب ديال المرحاض. بسبب التناقض هذا اللي كاين ما بين التحقيق وما بين لي رياكسيون تاخذهم الشرطه، بنادم بدا يفكر وتيخرج نظريات اللي معقوله، وان الدكتوره بان ماتت مقتوله. بين النظريات اللي بانوا هو ان خوها اللي قتلها، بحيث انه كان تيتعاطى المخدرات، وعارفين ان ستاسيو ديال الطبيبه تقدر تكتب لك ادويه اللي ممنوع تخرجهم من غير اوردونونس من لا فارماسي. خوها ناض قال لها عافاك لما تكتب لي هاد الادويه الفلانيه، هي قالت ليه لا، تعصب وقتلها. افات تيوقعوا. وكاين اللي تيقول عاوتاني من مورا ما سافروا والديهم جوج لتركيا، خوها عرض على صحابو للدار، بداو تيتعاطاو الممنوعات تمايا. هي فاش دخلات ما عجبهاش الحال وبدات تتغوش عليه قدام صحاب، هو مرضاش، خلاه تخرج كلشي طلع عندها الفوق، وهي تبدا المعاناه ديالها، حيت بدا تيمارس عليها طقوس خاصه من التعذيب وخنق، وسالاها انه خلاها تتنزف تتموت. واللي زاد الشك في خوها هما المنشورات اللي كانت تنشرهم في الانستغرام.
في لاين ولا الهايلايت كان حاط واحد الروايه اللي سميتها اخوه الاعداء. من بين العبارات المشهوره لهاد الروايه هي واحد العباره تقول: لا اريد ذهبا ولا اريد سلطه، اريد الله. من بين الصدف هاد العباره ديال اريد الله هي اللي كانت مكتوبه في الباب ديال الطواليت. وما سالاتش هنا، نشر واحد الصوره ديال واحد الشخصيه مشهوره سميتها فريدي. هاد الشخصيه هذه كانت تقتل الضحايا ديالها وتحاول ما امكن تفيكي الموت ديالهم على انه انتحار. كانوا عندو بعض الرسومات القطع الطولي ديال الايد بنفس الطريقه اللي تقطعت بها الايد ديال بان، وكانت عنده حتى واحد الرسمه اللي كانت تبين واحد الدريه مخنوقه تتفكرنا باثار ديال الخنق اللي كانوا في عنق بان. الشرطه في الاول بدات التحقيق معاه ولكن سرعان ما طلقوا الصراح ديالو. السؤال اللي جاني دابا هو علاش الحكومه غتحاول تغطي على مواطن عادي من غير لما كانوش رؤوسا كبار ورا الموت ديال الدكتوره بان. وهادشي غيدينا للنظريه الثانيه اللي تجيني فريمون لوجيك، بحيث محافظ البصره سعد العيداني هو اللي قتلها، هو اللي وقف على التحقيق، هو اللي اعلن انها انتحرت بلا ما يستند على حتى شي دليل، هو اللي حاول يسد القضيه اسرع وقت. كانوا لقاو واحد الجثه ديال واحد الطبيبه سميتها ساره عمار مقتوله ومليوحه في الصحراء. قدروا يشدوا اللي قتلها مورا 12 ساعه من اكتشاف الجثه، واللي كان الزميل ديالها في جامعه الطب الدكتور الدرغام، وكان نسيب ديال محافظ البصره سعد. في العراق القاتل غالبا تيتحكم عليه بالاعدام، وباش يتفادى محافظ البصره حكم الاعدام الراجل خشو بدا يخدم التليفونات. قالوا بلي راه مريض نفسي، مشاو عند الطبيبه المشرفه على الحاله ديالو واللي كانت الدكتوره بان زياد طارق. قالوا لها تزور التقرير الطبي وتقول بانه مريض نفسي، وبداو تيهدوا فيها هي والطاقم المشرف على هذيك القضيه. الطبيبه بان تستسلم، لا ما بغاش الحق ديال هذيك الدكتوره اللي ماتت شي ضايع، وكتبات في التقرير بلي ان القاتل كان سليم نفسيا وخادوك التهديدات كاملين. ما بغاش تاكل الحق ديال الطبيبه ماتت مقتوله وما كانتش عارفه بلي هي اللي تابعها، فكيف ما هي حافظات على حق ديال الطبيبه وخلصت عليه غالي، خلصت عليه حياتها. جو سي سيغ كأن الله ما غاديش يخليها تخيب، ان الصوت ديالها ما غاديش يموت، وان غيبان الحق من هنا لقدام. محمد زياد طارق، انا كيجيني حاطينو كبش في دار للتزيرات عليهم الامور غادي يضحيو به. دابا غنلقاو اجوبه لكاع الاسئله. سؤال انا بصح اللي كان محيرني وانا تنقلب على هذه القضيه هذه وتنزيد نتعمق هو العائله علاش دارت هاد الرياكسيون. علاش العائله متشبته بان الدريه انتحرات واخا كاع الادله تبينوا على انها مقتوله؟ حيتاش انا لا حطيت راسي في بلاصه العائله واخا يكون عندي 1% في الشك ان ولدي ولا بنتي مقتول فما غنسكتش. غتعرفي واحد العافيه وغادي نوض في البلاصه تنحاول نقلب على حق ولدي ونعرف الحقيقه، اموال نعرف الحقيقه. لما درت هكا الا وعارف الحقيقه ديال ولدي انا اللي ساكت. وفي لوكا ديالنا هو تنظن تم التهديد ديال العائله من طرف المحافظ ومولف انه يهدد الناس تينفذ التهديدات ديالو. هدد العائله بانهم لا حاولوا يفتحوا تحقيق غيكون الضحيه هو الابن ديالو. ما غيصدقوش ضايعين في اون بيرسون، ما غيصدقوش ضايعين في بنتهم، ولكن غيصدقوا ضايعين في بنتهم وفي ولدهم، حيت ولدهم اللي زاد تثبتات عليه التهمه غيتم الاعدام ديالو. القضيه ديال بان ما غاديش دوز مرور الكرام بحيث سلطت الضوء على الفساد اللي تعيشوا العراق. كانوا عندهم مسؤوليات في القديم بزاف، كانت هي البؤره ديال الاقتصاد، كانت هي اللي حاميه العالم العربي كامل بالشيش ديالها، كلشي عارف العراق والتاريخ ديالها. ولكن باش اننا نضيعوا في دريه بحال هادي اكتيف تقدر تزيد بالبلاد القدام، خصوصا تتبغي المجال ديالها واش تعطي فيه مزيان باغي تزيد تطور راسك اكثر، فهادي بحد ذاتها خساره للعالم كامل وخاصه العالم العربي والعراق مرتبه اولى. نتلاقاو في فيديو جديد.